فيلمنا بيبدأ في جزيرة في وسط البحر المتوسط مع واحد من عيلة تورسيلي، أشهر العائلات اللي بتتاجر في الأسلحة الممنوعة. وبيبقى كبير عيلة تورسيلي قاعد مع عيلة تانية بتحاول تعمل معاه صفقة، وبيعرضوا عليه عملية عن تجارة البشر، وبيطلبوا منه بس إنه يسهل لهم عملية نقل البنات من المينا لحد الجزيرة. فبيرفض تورسيلي لأن عيلته ما بتشتغلش في تجارة البشر، وبيحاول التجار يغروه بسن البنات الصغير وسعرهم العالي. لكن تورسيلي بيقول لهم إنهم بيضيعوا وقت وبيسيبهم وبيمشي. وبيبقى ماسيمو ابنه واقف بيتفرج على بنت جميلة واقفة على الشط، وبيشوفوا والده بيحذره من الستات الجميلة، وبيقول له انه لازم يحضر نفسه لانه هيبقى الملك من بعده. وفجأة بيتصاب الاب بطلقة من ظهره، ومن قوتها بتصيب ماسيمو اللي بيبقى واقف قدامه، وبيموت الاب وبيتم انقاذ ماسيمو. وبعد 5 سنين بيكون ماسيمو في اجتماع مع مجلس ادارة اعمال عيلته في امريكا، واللي بيقول لهم انهم ما قدروش يرجعوا غير 12% بس من استثماراته. فبيتعصب ماسيمو وبيقول لهم انهم هيرجعوا له فلوسه كلها وبفايدة 10% كمان. لكن اعضاء المجلس بيقولوا له ان ده مستحيل وانهم عملوا اللي يقدروا عليه. فبيدخل 2 من الحراس كنوع من التهديد عشان محدش يخرج، وبيوزع ماسيمو على كل واحد فيهم ملف، وبيبقى جوه الملف فضايح كل واحد من الاداره، واللي فيها واحده بتخون جوزها وواحد بيخون مراته. وبيهددهم ماسيمو انه هيفضحهم لو ما رجعش فلوسه. وفي الوقت ده بتكون لورا في اجتماع شركه الامن المسؤوله عن تامين المبنى اللي كان فيه تورسيلي، واللي بيبقى اتفضحوا في الاعلام وسمعتهم اتدمرت. وبتبقى لورا المتهمه في عدم تامينها للمبنى، لكنها بتقدر تشيل التهمه من عليها وبتتهم واحد تاني. وبترجع لورا بيتها واللي بيكون فيه حبيبها، لكنه ما بيعملهاش كويس ولا بيبقى مهتم بيها. فبتتضايق لورا منه وبتدخل تنام. وفي تاني يوم بتسافر لورا مع حبيبها واصحابهم وبيحتفلوا بعيد ميلادها 29. وفي طياره ماسيمو اللي بيبقى متجه لمدينه تانية عشان يتمم صفقه، بيعرف ان في ناس استولت على شحنه الكوكايين بتاعته، وبيبقى بيواجه ازمه من كل العصابات اللي عرفت ان باباه مات. وبيحاول ماسيمو يثبت نفسه انه قوي زي باباه. وفي عيد ميلاد لورا بتبقى قاعده متضايقه من حبيبها اللي عمال بيغني لها وهو سكران وبيخلي شكلها وحش، وبينزل الجرسون المشروب المفضل للورا. وبتفتكر لورا ان حبيبها هو اللي عمل كده، لكنه بيقول لها انه مش هو. فبتشك لورا في حاجه غريبه وبتقوم للحمام، وبتفضل تبص حواليها. وفجاه بيظهر لها ماسيمو وبيسالها لو هي تايهه، لكن لورا ما بتردش عليه وبتسيبه وبتمشي. وبتبص عليه تاني لكن بتلاقيه اختفى. وفي تاني يوم بتصحى لورا وما بتلاقيش مارتن جنبها، وبترن عليه لكنه ما بيردش عليها. فبتنزل الشط مع صاحبتها، وفجاه بيجي مارتن واللي بيقول لها انه كان في مكان تاني، وبيقول لها انه ما رضيش يصحيها عشان ما تتعبش، وده لانها مصابه بمرض القلب. وبيبقى دايما ماثيو بيقول عليها انها مريضه. فبتتعصب لورا عليه وبتقول له ان النهارده عيد ميلادها وكانوا المفروض يروحوا الاماكن دي مع بعض. فبيقول لها انه بيفكر فيها، وبيبقى جاب لها تذكار صغير من المكان اللي راحوا، وبيبقى فاكر ان لورا هتفرح بيه، لكنها بترميه في وشه وبتزقه في البحر وبتمشي. وبتفضل لورا قاعده لوحدها لحد بالليل، وبتقرر تروح، لكن بتبقى الدنيا ضلمه جدا والشوارع هاديه وبتتوه. وفجاه بتظهر عربيه قدامها وراجل من وراها، ومن بعدها ما بتحسش لورا بحاجه. وفي تاني يوم بتصحى بتلاقي نفسها في مكان غريب، وبتعرف انها مخطوفه، وبتفضل مستنيه لحد ما باب اوضتها بيتفتح وبتخرج. وفجاه بتلاقي ماسيمو واللي بيبقى نفس الشخص اللي شافته في حفله عيد ميلادها، وبيسالها لو هي تايهه. وبتتخض لورا جدا وبتتعصب، وبتفضل تساله عن السبب اللي خلاه يخطفها. وبيحكي لها ماسيمو انه في اليوم اللي مات فيه باباه كان هو كمان بيموت، وفجاه شاف صورتها قدام عينيه. وبيقول لها انها حكايه اغرب من الخيال، لكنه ساعتها حس ان هي اللي انقذته. وبيقول لها انه فضل يدور عليها في العالم كله لكنه ما لقاهاش، لحد ما شافها في المطار وما كانش مصدق انها حقيقيه، وقرر انها تبقى ملكه. فبتتعصب لورا جدا وبتقول له انها مش شيء عشان يمتلكها، وان عندها حياه خاصه وحبيب واصحاب. فبيديها ماسيمو ملف فيه صور لماسي وهو بيخونها، وبتتصدم لورا في حبيبها وبتتعصب اكتر، وبتقول له انها برضه مش هتكون ملكه. فبيقول لها ماسيمو انه مش هيعمل حاجه غصب عنها، وانه هيديها فرصه انها تحبه في خلال 365 يوم، وبيقول لها انه هيعمل كل حاجه عشان تحبه. وبيجي واحد من اللي بيشتغلوا عنده وبيقول له ان الشحنه خلصت، فبيخلي ماسيمو واحد من رجالته يرجعه اوضتها. وبيروح ماسيمو لراجل بيكون متقيد في قبو تحت الارض واسمه الفريدو، وبيقول له ماسيمو انه تاجر في الاطفال وشوه سمعه عيلتهم، وان عقابه هيكون مسح اسمه ويأثر ليه كانه ما كانش عايش اصلا. وفي اوضه لورا بتبقى بتاخد دش، فبتقرر تحاول تهرب، وبتقدر تطلع من الفيلا من غير ما حد يحس بيها. وفي الجنينه بتلاقي ماسيمو واقف مع رجالته وبيقتل الفريدو، وبتتخض لورا من المنظر وبيغمى عليها. وبياخدها ماسيمو اوضتها وبيفضل يعتذر لها عن اللي حصل، وبيقول لها ان الفريدو كان يستحق القتل لانه كان بيتاجر في الاطفال، لكن لورا بتكون خايفه منه وشايفاه مجرم. وبيبقى ماسيمو بيحاول طول الوقت انه يحسن صورته قدام لورا، وبياخدها معاه في كل مكان بيروحه وفي كل صفقه بيعملها، لكن لورا بتفضل طول الوقت تستفزه وتقصد تحرجه قدام رجالته، وبتخليه يروح معاها وهي بتعمل شوبينج، وبتخليه يشتري لها كل حاجه هي عايزاها. وبتفضل تتعصب عليه وتعامل وحش قدام الحراس وبتسيبه وبتمشي. وبيبقى الحراس هيجروا وراها عشان يمسكوها، لكن ماسيمو بيقول لهم يسيبوها. وبتفضل لورا تدور على اي حد يساعدها، وبتلاقي الشرطه، فبتبلغهم انها مخطوفه ومحتاجه مساعده. واول ما الشرطه بيشوفوا ماسيمو بيسلموا عليه وبيسيبوهم وبيمشوا. وبيبقى ماسيمو معروف في البلد كلها ومحدش يقدر يقف قدامه. وبتفضل لورا تطلب منه انه يجيب لها اللابتوب
اللابتوب بتاعها والموبايل وانها تزور اهلها في بولندا، لكن ماسيمو بيقول لها انه هيخليها تعمل كل ده في الوقت المناسب، وبيعزمها على العشاء بالليل، وهناك بيقول لها انها تساعده ويبقى شخص لطيف معاها لانه بيتمنى انها تحبه. وبتبدا لورا فعلا انها تنجذب ليه، ولما بترجع اوضتها بتلاقي الموبايل واللابتوب بتوعها على السرير، وبتفرح جدا وبتكلم صحابها وبتقول لهم انها في روما وهتفضل هناك فتره لانها لقت شغل كويس في فندق، وبتقول كمان انها مبسوطه جدا هنا، وعلى عكس المتوقع انها هتطلب المساعده من صحابها لكنها بتقرر تقعد مع ماسيمو، وبياخدها ماسيمو لمالها ليلي، وهناك بتستفزه لورا اكتر وبترقص مع راجل تاني، لكن الراجل بيكون سكران وبيحاول يتحرش بيها، فبتصرخ لورا بصوت عالي، وبيشوفها ماسيمو اللي بسرعه بيرفع المسدس بتاعه وبيخلي رجالته تروح للورا، وبيبقوا مقيمين على سفينه في البحر. وبيقول ماريو لماسيمو واللي بيكون مسؤول عن حمايه ماسيمو وعيلته انه بسبب لورا هتحصل حرب بين العيلتين، وبيقول انه لازم يتخلص منها ويرجع لحبيبته القديمه، وده لانها تكون السبب في موته في يوم من الايام، لكن ماسيمو بيزعله بيقوله ما يتكلمش على لورا بالطريقه دي، وبتبقى لورا سامعاهم فبتخرج تعتذر لماسيمو عن اللي حصل، وبتساله لو قتل الراجل اللي بيتحرش بيها، فبيقول لها ماسيمو انه بس ضرب النار على ايده، وانه مش فاهم هي ليه بتعمل كده وليه ما بتسمعش كلامه وبيفضل يلومها، فبتزعله لورا وبتقول له انه بيلومها ان صاحبه كان عايز يغتصبها وان ده مش ذنبها، وبتمشي وبتسيبه، وبيجري ماسيمو وراها وبيفضلوا يتخانقوا على سطح المركب، فبيتعصب ماسيمو وبيزق لورا وبتقع في الميه، وبينط بسرعه عشان ينقذها لكن بيكون اغمى عليها، وبيفضل ماسيمو سهران جنبها لحد ما بتفوق، وبتصحى لورا بتلاقيه جنبها بهدومه اللي لسه مبلوله، وبتلاقي ان حد غير لها، فبتتخض جدا وبتغطي نفسها، فبيقول لها ماسيمو ان الخادمه هي اللي غيرت لها وبيطمنها، وبيقول لها انه وقع في حبها وتعلق بيها ومش هيقدر يعيش من غيرها، ومع الوقت بتبدا لورا تنجذب له بسبب محاولاته انه يكون شخص كويس معاها، وبتعرف انه كان المفروض يقتلها لانها السبب في الحرب بين العيلتين لكنه بيكون متمسك بيها، فبتقع لورا في حبه وبتدخل معاه في علاقه. وفي تاني يوم بيقول ماسيمو لورا انهم هيروحوا مع بعض حفله تنكريه، وبتبقى لورا ما عندهاش لبس للحفله، فبيجيب لها ماسيمو مصمم ازياء لحد عندها وبيعمل لها كل اللي هي عايزاه قبل ما تطلبه، وبيخليها تعيش اسعد لحظات حياتها. وبالليل بيروحوا مع بعض الحفله وبيطلب منها ماسيمو انه يرقص معاها، فبتتريق لورا عليه وبتقول له ان اخيرا ماسيمو بيطلب حاجه بذوق، وبيرقصوا مع بعض، وفجاه بتيجي حبيبه ماسيمو القديمه انا واللي بتتكلم مع ماسيمو بالايطالي وما بتكونش لورا فاهمه حاجه، وبتهدد انا ماسيمو انها تقتل لورا وتاخد منه اغلى حاجه عنده زي ما هو اخد احلى حاجه عندها، وبيخليها ماسيمو تمشي، وبتساله لورا عن البنت وبيحكي لها انها حبيبته القديمه وانه سابها في اليوم اللي شاف فيه لورا في المطار، وبيحكي لها انه ما ضحكش عليها لانه كان معلق صوره لورا في شقته من سنين، وبيقول لها ان كل العيله كانت عارفه انه بيحبها لكنهم ما كانوش مصدقين ان لورا موجوده في الحقيقه وكانوا مفكرينه بيتخيل، فبتساله لورا عن اللي انا قالته قبل ما تمشي، وما بيكونش ماسيمو عايز يقول لها لكن لورا بتكون مصممه، فبيقول لها انها عايزه تقتلها، فبتتضايق لورا جدا وبتقول له انها عايزه تمشي، وبيرجعوا البيت وبتبقى لورا متضايقه جدا، فبيحاول ماسيمو يصالحها وبتوافق وبيقضوا مع بعض وقت لحد ما بيقول لها ماسيمو انها تحضر نفسها لطياره الصبح اللي هتروح لمدينه وارسو في بولندا، وبتستغرب لورا جدا وبتساله عن السبب اللي هيخليها تسافر، فبيقول لها انها طلبت منه تزور اهلها وجه الوقت انها تزورهم، وبيوعدها انه هيحصلها، وبتتضايق لورا جدا لانه حجز لها طياره من غير ما يقول لها وخلاها تسافر لوحدها. والصبح بتتحرك لورا مع واحد من رجاله ماسيمو واللي بيفضل يقول لها ما تغيرش من انا لانها من الماضي ولكن لورا هي المستقبل، وفجاه بتجيله مكالمه وبتحس لورا ان في خبر وحش، وبتفضل تساله عن اللي حصل لكنه ما بيردش عليها، وبيقول لها انها تسافر وارسو لوحدها وبينزل من العربيه، وبتسافر لورا لوحدها فعلا وبتفضل مستنيه ماسيمو في شقتها، وتبقى طول اليوم بتحاول تكلمه لكن موبايله بيكون مقفول، وبتكتئب لورا جدا وبتبقى حزينه وحاسه ان ماسيمو تخلى عنها، وبتقرر تروح لاقرب صديقه ليها واللي اسمها مارجو، واول ما بتوصل بيتها بتكون صاحبتها مش مصدقه وبتقول لها انها فكرتها مخطوفه، وبتحكي لها لورا انها وقعت في حب واحد ايطالي لكنه من عيله عريقه والعيله دي مش عايزاه يتجوز واحده بره العيله، فبتقول لها صاحبتها انها بتكذب عليها وبتطلب منها تقول لها الحقيقه، فبتحكي لها لورا على كل حاجه، وبتتصدم صاحبتها من كل اللي حصل لها وبتقول لها انها لازم تهرب، وبتبقى لورا متعصبه جدا ان ماسيمو ما حاولش يكلمها ويطمن عليها بقاله فتره، وبتقول انه بيعاملها زي العروسه اللعبه وبيتحكم فيها، فبتحاول صاحبتها تخفف عنها وبتقول لها انها تخرجها من الحزن اللي هي فيه، وبيروحوا مع بعض مركز تجميل وبتقص لورا شعرها وبتصبغه وبتغير شكلها تماما، وبالليل بيروحوا مع بعض للبار وبيرقصوا مع بعض، وبيعاكس واحد من الموجودين صاحبتها فبتروح عشان تتعرف عليه وبتسيب لورا لوحدها، وفجاه بتلاقي لورا مارتن واقف جنبها وبيبقى شكله حزين جدا ومكتئب وبيحكي لها انه بيدور عليها بقاله كتير، فبتتعصب عليه لورا وبتقول انه خاين، فبيحاول مارتن يبرر لها اللي حصل وبيقول لها انه كان سكران ومش فاكر اي حاجه، لكن لورا بتقول له انه كونه ناسي ده ما يبررش اللي عمله فيها، وبتسيبه وبتمشي، وبيجري مارتن وراها وبيركب معاها الاسانسير وبيفضل معاها لحد ما بتوصل بيتها، وعلى الباب بتفضل لورا تخانق معاه وبتقول له يمشي، وفجاه بيسمعوا هما الاثنين صوت جاي من الشقه وبتلاقيه ماسيمو واللي بيقول لمارتن انه مش فاهم لورا بتقول له ايه بس واضح انها عايزاه يمشي، وبيتضايق مارتن جدا، لكن لورا بتستفز ماسيمو وبتطلب من مارتن انه يدخل، لكن مارتن
فبترفض وبيقول لها انه هيكلمها بعدين وبيسيبها وبيمشي. وبتتعصب لورا على ماسيمو وبتقول له انه سابها لوحدها وانها كانت قلقانه عليه، فبيحاول ماسيمو يبرر لها اللي حصل وبيحضنها وبيعتذر لها. وبيغير ماسيمو هدومه وبتلاقي لورا جروح في كل مكان في جسمه وبتساله عن اللي حصل، فبيقول لها ماسيمو انها مشكله واتحلت. فبتعيط لورا بعد ما بتفهم انه خلاها تسافر عشان يحميها وبتعترف له بحبها. وبيفرح ماسيمو وما بيكونش مصدق ان حلمه اتحقق وبيخليها تعيد اللي قالته تاني. والصبح اول ما لورا بتصحى بيعرض عليها ماسيمو الجواز، وبتلاقي لورا خاتم الجواز في ايدها وبتفرح جدا وبتوافق. وبينزلوا مع بعض عشان يشتروا لبس الفرح وهم مبسوطين وبيستمتعوا بوقتهم. وبتبقى اولجا صاحبه لورا بتتجوز الشخص اللي اتعرفت عليه في البار، فبتخلي لورا وماسيمو يحضروا الفرح معاها. وبيسالها يقول ايه لاهلها لما يشوفهم، فبتقول له انه ممكن يقول لهم اي حاجه. وفي الفرح بيجي والد ووالده لورا يسلموا عليه وبيسالوه عن شغله، فبيقول لهم ماسيمو انه راجل عصابات، فبيضحكوا وبيفكروه بيهزر وبيقولوا له انه هيبقى اول راجل عصابات في عيلتهم. وفي تاني يوم بيقول ماسيمو لورا ان ما ينفعش تجيب لفرحهم اي حد من اسرتها، وده لانه هيكون خطر عليهم. فبتطلب منه لورا انها على الاقل تجيب صاحبتها اولجا لانها مش هتقدر تعمل الفرح من غيرها، فبيوافق ماسيمو. وبتقول له لورا انها تعبانه جدا، فبيطلب منها تروح للدكتور وبيقول لها انه مسافر تاني عشان يتمم صفقه وهيرجع لها. وبتكلم لورا صاحبتها اولجا عشان تعزمها وبتروح تاخدها من المطار، وبيقعدوا يتكلموا سوا. وبتعترف لورا اولجا انها حامل، لكنها بتقول لها انها ما قالتش لماسيمو، فبتتعصب عليها اولجا وبتقول لها انها لازم تقول له. وبتقتنع لورا بكلامها وبتستنى ماسيمو يرجع من السفر. وبتخرج لورا مع اولجا للمدينه عشان يشتروا فستان الفرح. وبتكلم لورا ماسيمو وبتقول له انها تقوله على خبر مهم بالليل. وبيفضلوا يتكلموا مع بعض في نفس الوقت اللي بتيجي فيه مكالمه لماريو، واللي بيعرف منها ان عيله المافيا المنافسه ليهم هتقتل لورا. وبيفضل ماريو يحاول يتصل بماسيمو اللي بيكون اصلا مشغول مع لورا. وبيوصل ماريو البيت وبيقول لماسيمو على اللي حصل في الوقت اللي بيكون ماسيمو بينادي على لورا في التليفون لان الخط بيكون قطع. وبتدخل عربيه لورا النفق لكنها ما بتخرجش منه. وبتوصل الشرطه اللي بتبلغ ماسيمو ان لورا اتقتلت. وبينهار ماسيمو وهو بيتخيل صوره لورا قدامه وبيبقى فقد اغلى حاجه عنده.